هتخسر ملايين في العقارات لو ما خدتش بالك من الكلام ده. مين قال ان العقار ما بيخسرش، وان ما حدش اشترى عقار وخسر، وان العقار لا بياكل ولا بيشرب فتشتري على عماك وتقول كده كده مش هخسر فلوسي؟ في الفيديو ده هقول لك اكتر من حاجه ممكن تخسرك كل فلوسك لو ما ركزتش فيها. جاسم وليد، عندي خبره اكتر من 7 سنين في مجال العقارات، وبدير محافظ عقاريه لعملائي بمئات الملايين. اول حاجه، انت ممكن تشتري عقار تحت الانشاء مع مطور ضعيف وما يبنيش اصلا، وطبعا مش هتستلم، وبكده تكون ما اشتريتش حاجه لان حتى حدود ملكيتك ما اتبنتش لسه، وساعتها هتخسر وقت كبير جدا، وفلوسك لو عرفت ترجعها هتكون تعبت قوي. تاني حاجه، لو اشتريت عقار في منطقه ضعيفه او بنسميها مناطق طارده للسكان، ودي بتتفاداها بانك تشتري في واحده من المدن الجديده او المناطق اللي عليها توجه كبير سواء من السكان او من الدوله. تالت حاجه، وهي انك تشتري وحده في لوكيشن سيء جوه المشروع، وده لمجرد انك عايز يكون عندك مجرد عقار جوه المكان ده، فبكده لا هتعرف تأجرها ولا تعيد بيعها بسهوله. اما بقى لو قلت اوفر واشتري ريسيل مثلا من غير بروكر يكون امين وشاطر، فغالبا انت كده مش هتكون شفت فرص كتير ومش هتعرف تقيم السعر بجد، وممكن تشتري عقار باغلى من قيمته بمئات الالاف لمجرد انك عايز توفر عمولة سمسار، ودي هنتكلم عنها في فيديو لوحده. اما بقى رابع حاجه، ودي حاجه مستفزاني انا شخصيا، يعني ايه العقار لا بياكل ولا بيشرب؟ ها؟ امال هي مصاريف الصيانه، هو ضيع الصيانه وفروق الصيانه والضرائب العقاريه وضرائب العوائد، ايه كل ده؟ مش اي كلام يتردد وخلاص. هو بياكل ويشرب، بس لازم يكون بيعرف يصرف على نفسه على الاقل. خامس حاجه، وهي انك تشتري عقار وتفرح انه متشطب، وتتفاجئ بعد كده انه كان متشطب تشطيب تجاري، وتضطر انك تعيد كل ده وتضرب التكلفه في 2. ما تشتريش متشطب الا لو مع مطور قوي وتكون قاري وعارف مواصفات التشطيب بند بند. اما كل اللي فات ده ما يعتبرش اكبر خساره، وده ياخدنا لاهم نقطه في الفيديو، وهي انك ممكن تكون كسبت فعلا بس تطلع خسران. طب ازاي؟ وهنا بقى تعالى اقول لك على معلومه ما حدش غيري قالها لك، وهي ان في حاجه اسمها opportunity cost او تكلفه الفرصه البديله، وهي ببساطه انك خسرت كل حاجه كنت تقدر تشتريها بنفس القيمه وكانت هتحقق لك مكاسب اكبر. يعني مثلا لو كان قدامك من 10 سنين شقه في مدينه نصر ب 500 الف جنيه واشتريتها، وكان قدامك ارض في التجمع الخامس ب 600 الف جنيه وما اشتريتهاش، هنا بعد ما عدى 10 سنين شقه مدينه نصر وصلت مليون و200، يعني ما خسرتش، بس ارض التجمع بقت ب 25 مليون جنيه. وكذلك قيس على كده الذهب والدولار والبورصه يتقارنوا بالعقار كتكلفه فرصه بديله، بس دول برضو ليهم فيديو تاني لوحده. اما بقى اكبر غلطه، وهي ان ابقى تعب نفسي كل ده عشانك وانت في الاخر لا تعمل لايك للفيديو ولا سبسكرايب للقناه ولا حتى تقول لي رايك في الكومنتات. وما تنساش لو عندك اي استفسار ابعت لي واتساب هرد عليك بنفسي. كنت معاكم انا المستشار العقاري جاسم وليد، سلام.